السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى متابعين في الدنيا؟ انا نوال ودي قناتي، ولو اول مرة بتشوفوني من فضلكم اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد. النهاردة بقى يا ست الكل هعلمك تعملي الرقاق او البتاوي في المكنة من غير ما حد يساعدك او تحتاجيله، وان شاء الله هتخليه مدور وجميل زي اللي احنا بنشتريه ومتعودين عليه وعارفينه. تعالي يلا تابعي الفيديو للاخر وشوفينا هنعمل ايه. اول حاجه يا جماعه، دي ست الكل بتبدا اللي هي احنا عندنا بنقول بنحلل الدقيق. احنا بنحلل الدقيق عشان لو في اي حاجه او اي رواسب طبعا ما تدخلش في العجين وفي الاخر ناكلها يعني. طيب، بالنسبه لكميه الدقيق وكميه السوائل يا جماعه، احنا عندنا هنا مش بنحدد كميه الدقيق، يعني مش بنعايرها او مش بنوزنها، احنا بس بنحدد كميه السوائل. اللبن، يعني انا عجنه دول 2 كيلو لبن، خدوا دي قد ايه الله اعلى واعلم، صدقوني مش عارفه. ولكن يعني انا ما انا بعملها كده بالبركه، اي عجين بعمله بنحدد بس كميه السوائل. بس احنا عارفين ان ال2 كيلو بيطلعوا مقدار معين كده، يعني بنبقى احنا متعودين عليه فما بنكترش عنه. واحنا كنا الوقت يعني شويه متاخر عندنا، فقلنا ما نكترش على نفسنا، لان ايه، كان انا طبعا معايا اطفال، فما كانش ينفع ان انا اسيبهم فتره طويله لوحدهم. طيب، بالنسبه للبن، احنا كنا حاطين في اللبن شويه معلقه ملح ومعلقه سكر. ليه هيبان مسكر؟ لا، السكر يا جماعه بيظبط الرقاق وبيخليه طري وبيخرج طري على طول من الفرن. هنا احتاجنا شويه دقيق بنزودها. حطينا المادة الدهنية او السمنة، لا ما حطيناهاش الا لما الا لما الدقيق بيشرب سوائل وبيشرب اللبن. يعني خلاص اللبن والدقيق اختلطوا مع بعض اختلاط كويس. بعد كده بنبتدي نضيف السمنة، والعلم يا جماعة دي سمنة فلاحي ما شاء الله، طعم الرقاق او البتاوي كأنه فطير، طعمه جميل جدا جدا جدا. الله يوسعها علينا جميعا ويرزقنا برزق اولادنا ويقدرنا عليهم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. هنا والدتي يعني احنا بتكتر شويه، هتقولوا لي كميه السمن كتير، يعني احنا بصراحه بنكتر فعلا في كميه السمن، بس والله طالعه مظبوطه وجميله. يعني الطعم اللي احنا متعودين عليه طالع مظبوط ما شاء الله. هنا والدتي بقى بتبتدي تقفل العجينه، بتشربها السمنه وبتبتدي تقفلها. طبعا اي واحده بتحاول ان هي تعمل الرقاق، لازم الرقاق ده يا جماعه بيحتاج ايادي كتير. يعني دايما زمان كنا نعزم عليه الناس وتيجي تساعدنا واحنا نساعدهم، لكن دلوقتي مع الطريقه اللي انا هعلمها لك النهارده مش هتحتاجي لحد يساعدك، وربنا يجعل بيوتنا يا رب دايما عامره. ولكن انتي لو وقت متاخر عليكي، حد مشغول في مشغولياته ومفيش حد فاضيلك، انتي تقدري ان انتي تعمليه وتساعدي نفسك كأن واحده معاكي بتساعدك. تابعيني وان شاء الله هتتعلمي مني الطريقه دي وهتعتمديها وتفضلي تعملي على طول كده ان شاء الله الرقاق بالطريقه دي. طبعا والدتي اهو. طيب، انا امتى اعرف ان العجينه اتعجنت عجن مظبوط؟ لما احس ان ايدي بدات تتسلت من العجينه وكاني انا ما عجنتش، مفيش عجين في ايدي ولا اي حاجه، ايدي نظيفه مش محتاجه ان انا اغسلها، هي اتسلتت من العجين وما فيهاش اي حاجه. خلاص والدتي ايديها ما شاء الله. كمان الاناء اللي هي البلاستيك اللي هي عجنه فيه ما فيهوش لا دقيق ولا عجين. خلاص دي العجينه كده مظبوطه يا جماعه وطريه وعلى الشعره يعني زي ما بيقول. طيب، انتوا هتحسوا شويه ان هي لابسه شويه، انا ملبساها شويه صغيرين مش كتير، علشان اقدر انزلها من المكنه وكمان افردها بقى براحتي خالص. خلاص احنا مش بنسيبها ترتاح يا جماعة، احنا على طول بنقطعها. وبعدين هنا والدتي كانت بدأت تقطع فعلا، وبعدين بعد ما بنقطعها بتسيبها ترتاح. كل ما يرتاح معاكي الرقاق او البتاوي يا جماعة بيكون سهل عليكي جدا خبيزه، سهل ان انت تبططيه وتخبزيه. يعني هنا بنقطع، هي يعني الكورة مش كبيرة قوي مش صغيرة، يعني هي اكبر من الليمونة، قد ليمونتين كده تقريبا. انا ماليش يا جماعه في المكاييل والمعايير، بقول كده يعني بالبركه. خلاص احنا كده بدأنا نشتغل فيه. ادي اول واحده هعملها معاكم.
شوفوا بقى يا جماعة، انا بططتها تبطيطة صغيرة وبعدين حطيتها في المكنة على رقم 4 ونزلت معايا بالشكل ده. لا مش هقف كده، هكمل وافردها وادورها. شوفوا الطريقة في المرحلة دي يا جماعة بتكون سهلة جدا وطرية معاكي انها تتفرد وتكبر معاكي وتتدور. بتبقى مش محتاجة معاناة في الاول اللي انت بتقعدي تكبريها من وهي صغيرة لحد ما تكبر، لا كده سهلة معاكي جدا وبيكبر بسرعة وبيتدور وبيبقى جميل يا جماعة. اللي بالمناسبة اللي بيساعدني ده ابني قاعد جنبي وصمم ان هو يمسك ويلعب. هو مش بيساعدني يا جماعة، هو بيلعب يعني. اللهم احفظهم يا رب جميعا وينبتهم نبتة صالحة ويهديهم يا رب هم وكل اللي زيهم، امين يا رب العالمين. خلاص قطعت معاكي حتة لان كان عندي مسمار، خلاص بترجع تاني زي ما هي، رجعيها وبتثبت معاكي وبتبقى جميل. خلاص يا جماعة هو كده جاهز ان هو يدخل الفرن. دي واحدة تانية هوريها لكم. ايوه اعملها على المكنة وتنزل، بتكون سهلة جدا 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 في الفرد، في ثواني تلاقيها اتفردت معاك. يعني انت لو عاملة ايه الكمية ربنا بيعينك عليها وبتخلصيها بسرعة. شفتوا ما شاء الله تدور ازاي؟ ما تقوليش لا مش هيتدور، لا تدور وما شاء الله جميل ورقيق خالص يا جماعة، رقاق فعلا يعني ما شاء الله. اللهم بارك يا رب. بصوا تدور يا جماعة في ثواني ازاي وبقى جميل ما شاء الله، لا قوة الا بالله. طبعا انتوا لو حابين اي مخبوزات نعمل، على فكرة يا جماعة صحيح انتوا ممكن تعملوا المخروطة والمسرودة بنفس الطريقة دي. يعني بنرققها كده وبعدين نحطها في المكنة في المكان المخصص للشعرية وللمخروطة وبتنزل جميلة يا جماعة. لو عملتوها مرققة كده قطعوها قطع وتحطوها في المكنة. هنا الرقاق في قلب الفرن ما شاء الله بيقب يا جماعة وكأنه عليه خميرة، يعني بسم الله ما شاء الله طالع مظبوط مظبوط على الشعرة والطعم جميل جدا جدا جدا. بألف هنا وشفاء يا رب لكل اللي هياكل منه ان شاء الله. وكمان انت كمان اعتمدي وصدقيني لو عملت كمية، على فكرة انا كنت بعمله على فرن على البوتاجاز، يعني مش لازم تكون عند فرن. انا كنت بجيب صينية واقلبها واسخنها وبعدين اخبز واجي احطها عليها في ثواني بيكون قابب وجميل وطالع معايا جميل يا جماعة والله طالع ما شاء الله. دي واحدة تانية هنا بنظبط. الفرن كان حامي في الاول وبعدين احنا لما سخن هديناه طلع مظبوط معانا وما شاء الله جميل. هي ما بتاخدش حاجة في الفرن يا جماعة، ما بتاخدش حاجة، في ثواني بتكون خارجة ومستوية وجميل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بالله عليكم ما تنسوا قناتي من اللايكات والاشتراكات، واذا كنتي اول مرة بتشوفيني اشتركي يا جميلة يا سكرة ونورينا في قناتنا وان شاء الله يوصلك مننا كل جديد. وكمان لو عايزين تكتبولي عايزين يعملوكوا اي مخبوزات وحابين بطرق وابتكارات سهلة في الخبيز اكتبولي في التعليقات وجزاكم الله كل خير. واللهم اصلحنا واصلح اولادنا واولاد المسلمين واحسن ما بين ايدينا يا رب العالمين، وجزانا وجزاكم كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله.